قصة لازم اقول لك عليها وهتضايقك وفي نفس الوقت هتفرحك. كان في كلب شكله منفوخ جدا لدرجة ان كل الناس كانت فاكرة انه حامل بقاله شهور، ومع الوقت مفيش اي علامة ولادة ولا حاجة بتحصل، وواضح ان صاحبه زهق من شكله او من تعبه فسابه لوحده في الجبل ومشي. بس ربنا كبير، عدت بنت طيبة كده وشافته ومن غير ما تفكر ولا ثانية خدته معاها البيت. المشكلة ان بطنه كانت بتكبر يوم بعد يوم والمشي بالنسبة له بقى شبه مستحيل، ورغم التعب ده الكلب ده عمره ما وقف وفاقه لحظة واحدة. كل يوم الصبح بيسحب جسمه بالعافية ويروح يوصل البنت لحد شغلها، وكل يوم بالليل يقعد مستنيها في نفس المكان لحد ما ترجع. بس حالته كانت بتسوء والبنت خافت عليه جدا فودته لدكتور بيطري. وهنا بقى كانت المفاجأة، الكلب طلع مش حامل ولا اي حاجة من الكلام ده طلع عنده عدوى طفيلية عملت له تجمع سوائل مرعب جوه بطنه. الدكتور بدأ يسحب السوائل دي واحدة واحدة لحد ما طلع منه لترات حرفيا. بعد العلاج حياة الكلب اتقلبت 180 درجة، بطنه خفت ومشيته رجعت وحياته بقت هادية من غير ألم ولا تعب. يعني من الآخر الكلب اللي الناس سابته يموت لقى حياته من أول وجديد بسبب شخص واحد بس قرر يكون إنسان.